يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان. يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها، يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني، في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فتق ألسنة عباده بالبيان، وأجراها باللغة في كل آن وشان، يصلون بلغاتهم إلى قمم الإبداع وذروة الإفهام والإقناع. الحمد لله الذي جعل العربية للمسلمين لسانا، وزادها شرفا وجمالا وبيانا، أنزل بحروفها الذكر قرآنا، والصلاة والسلام على نبي العربي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فهم في اللغة والبيان فرسانا. وبعد، إدارة الشريفة، المعلمين الأفاضل، إخوة الطلاب، أخوات الطالبات، أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا والسلام عليكم. تحية حلوة منا تزف إليكم، من عروق قلوبنا نهديها إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأخوات العزيزات، اللغة العربية هي شعار الإيمان ولغة القرآن الكريم، فقد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة كتابه ووعاء شريعته. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هي حاملة رسالة الإسلام وأداة التبليغ الوحيين، محفوظة بحفظ القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فأن لغة العربية لها حق علينا حقيق، ومن حقها علينا أن نتعلمها ونعلمها، وأن نفخر ونتمسك بها، وأن نرعى قدرها في كل منصوب إليها، وأن نحافظ عليها ونسعى لنجستها كلما مساها ضر أو ضراها أمر. وانطلاقا من هذه الواجب العظيم تجاه لغة الضاد، نحمل لكم في هذه الصباح العذر برنامجا لغويا استثنائيا نهدف به إلى توضيح مكانة اللغة العربية، ترسيخ أهميتها في أذهان الطلاب. نفتتح برنامجنا بآيات من الذكر الحكيم تتلوها لنا الطالبة مريم أبشر محمد، فلتتفضلي مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. شكرا على صوتك الملائكي وجزاك الله خير الجزاء. أيها الأخوات العزيزات، اللغة العربية لغة حباها الله حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الأكوان وتلألأت بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان. لقد عرف رسولنا الكريم قدرها فبين فضلها وجمالها في الحديث التي تقدمه لنا طالبتنا العزيزة أمال عبد القادر محمد، فلتتفضلي مشكورة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخضبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. يقول الشاعر العربي أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. أيها الأخوات العزيزات، على الرغم من أن اللغة العربية لغة تفوق سائر اللغات رونقا ويعجز اللسان عن وصف محاسنها، تقدم إحدى طالباتنا كلمة وجيزة تضيء لنا فيها أهمية اللغة العربية وبعضا من مميزاتها ومحاسنها، ألا وهي سهور سود صلاة، فلتتفضلي مشكورة مأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين وجعل العلم بهذا اللسان وسيلة لمن أراد أن يفهم، فقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والصلاة والسلام على من أنزل الكتاب بلسانه العربي بشارة وإنذارا، فقال له ربه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا. وبعد، إن اللغة العربية رمز الإسلام ووعاؤه، فالقرآن لا يقرأ كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية، ولا يتعبد بتلاوته إلا بها يعرف المسلم عقيدته ودينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد عبر الإمام الشاطبي رحمه الله أيضا عن هذا المعنى بقوله: إن الشريعة عربية، فإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم العربية حق الفهم. لقد صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. أيتها الأخوات العزيزات، تميزت هذه اللغة بأنها أثر اللغات بالمفردات والمترادفات، لها عذوبة في اللفظ ونغم في النطق وجمال في الحديث. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اللغة العربية أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. أيتها الأخوات الحبيبات، إن العربية لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد. ستظل العربية رابطة تؤلف بيننا في بحر اللغات السمت، وبأهلها دوما علت وبعزهم كانت السبب. لغة الفصاحة إنا لك عشاق، بل إن حبك واجب مسنون، إنا لنهواها بكل فروعها ولها فؤاد دائما مرهون. نحو وصرف ثم علم بلاغة، صب نحن في حبها فتون. إنشاء وإملاء وترقيم كذا، أدب بحسن بيانه مقرون. لغة الفصاحة وأفصح ناطق بلسانها، نور الهدى المأمون. صلوا على خير الأنام المصطفى، من قوله وكلامه موزون. والسلام عليكم. شكرا على معلوماتك المتميزة وجزاك الله خير الجزاء. أيها الأخوات العزيزات، اللغة العربية لغة واسعة لها مكانة مرموقة، ولا من العلوم ما لا تمتلكها أي لغة من لغات الدنيا. ومن أمجد علوم اللغة العربية علم النحو، ذلك العلم الذي نعرف به حال أو أواخر الكلم ونصون به اللسان عن الخطأ ونبحث به في قواعد الإعراب. إذن نقدم لكم مسرحيتين عن علم النحو. الأولى هي مسرحية الجملة الاسمية والجملة الفعلية، توديها لنا مجموعة من طالباتنا العزيزات، فلتتقدمن مشكورات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من أنت؟ أنا الجملة الاسمية.
ومن هاتان البنتان اللتان معك؟ هاتان بنتاي المبتدأ والخبر. ومن أنت أيضا؟ أنا الجملة الفعلية. ومن هؤلاء البنات اللاتي معك؟ هؤلاء بناتي الثلاثة، هذه ابنتي الفعل، وهذه ابنتي الفاعل، وهذه ابنتي المفعول به. والآن أريد أن أعرفك ببنتين. هذه ابنتي المبتدأ. أهلا وسهلا. أيتها الجملة الفعلية. أنا المبتدأ. أنا اسم مرفوع أقع في أول جملة اسمية. أحيانا أكون مفردا، وأحيانا أكون مثنى، وأحيانا أكون جمع. وهذه ابنتي الخبر. أهلا وسهلا. أيتها الجملة الاسمية. أنا الخبر. أنا اسم مرفوع أقع بعد المبتدأ ويتم به معنى الجملة. أحيانا أكون مفردا، وأحيانا أكون مثنى، وأحيانا أكون جمعا. والآن حان دور بناتي، هذه ابنتي الفعل. أهلا وسهلا. أيتها الجملة الاسمية. أنا الفعل. أنا كلمة تدل على حصول عمل في زمن خاص. أحيانا أكون ماضيا، وأحيانا أكون مضارعا، وأحيانا أكون أمرا. وهذه ابنتي الفاعل. أهلا وسهلا. أيتها الجملة الاسمية. أنا الفاعل. أنا اسم مرفوع يتقدمني الفعل وأدل على الذي فعل الفعل. أحيانا أكون مفردا، وأحيانا أكون مثنى، وأحيانا أكون جمعا. وهذه ابنتي المفعول به. أهلا وسهلا. أيتها الجملة الاسمية. أنا المفعول به. أنا اسم منصوب وقع علي فعل الفاعل. أحيانا أكون مفردا، وأحيانا أكون مثنى، وأحيانا أكون جمعا. شكرا. أيتها الجملة الاسمية. عفوا أيتها الجملة الفعلية. إن الله خير الجزاء. أما المسرحية الثانية فهي مسرحية الأفعال الخمسة، فلتتفضل ممثلاتها مشكورات. النواصب، الجوازم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا. أيها المشاهدون الكرام، نقدم لكم في هذا المساء الميمون مسرحية عن درس الأفعال الخمسة. وكما تشاهدون أمامكم أدوات النصب أن، لن، وكي، وأدوات الجزم لم، لا، وإن. السلام عليكم أيها النواصب. وعليكم السلام أيها الجوازم. كيف حالكن أيها النواصب؟ نحن بخير، ولكننا نشعر بأمراض هذه الأيام، وذلك بسبب الفيروس الجديد الذي ظهر في الآونة الأخيرة. نحن كذلك أيضا، فكل واحدة منا تشعر بالصداع والحمى. صديقتي لا لم تذهب إلى عملها منذ يومين، وكذلك صديقتي إن. ما رأيكن أن نذهب إلى الطبيب كي تفحصنا وتصف لنا أدوية؟ هذه فكرة رائعة، لنذهب كي نحصل على علاج فوري. هيا بنا. السلام عليكم أيتها الدكتورة. وعليكم السلام. ماذا بكنا؟ نحن نشعر بألم في الرأس وأوجاع في العضلات وصداع وحمى وضعف عام. وبما تشتكن إذن؟ أيتها الدكتور، نحن أدوات الجزم، وعلى رأسهن صديقتي لم، وأدوات النسب، وعلى رأسهن أنا. حسنا، لقد عرفت مرضكن. إنه مرض جديد ظهر هذه الأيام وله دواء واحد. دواء واحد؟ وما هذا الدواء يا دكتورة؟ انتظري لا تستعجلي. لا يا دكتورة. دواؤكن الوحيد هو الرأس الأفعال الخمسة.
رأس الأفعال الخمسة. إذا وجدتن رأس الأفعال الخمسة فاقطعنا منها النون التي هي علامة رفعها وكلنا هذه النون مع الأرز. أيها المشاهدون، كما تشاهدون أمامكم الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كما ترون هي مرفوعة بثبوت النون، أي بوجود النون في آخرها، وهذا هو الفعل المضارع. الفعل المضارع يحذر أبناءه الخمسة من خطر النواصب والجوازم التي اتفقت أن تأخذ أو أن تتعالج بنون الأفعال الخمسة. السلام عليكم. عليكم السلام يا والدنا. كيف حالكن؟ بخير والحمد لله. يا سلام، ما أروع منكن حين أرى هذه النون الجميلة في آخركم، إنها سر جمالكن ما شاء الله. نعم يا والدنا، هذه النون هي علامة رفعنا ونفتخر بها. ولكن ضعنا في الحسبان أن هناك خطر كبير. خطر كبير؟ وما هذا الخطر يا ترى؟ احذرن من النواصب والجوازم، فإنها إذا دخلت عليكن سوف تأخذن منكن النون فتنصبن وتجزمن بحذف النون أي بلا نون. الحمد لله. ها هي انظرنا إلى هنا 5 أفعال مضارعة. هيا. سلمن أنفسكن لا تتحركن وإلا فسوف تفقدن أنفسكن. أيها المشاهدون، ما الذي نستنتج من هذه المسرحية؟ ماذا نستفيد من هذه المسرحية؟ نستنتج من هذه المسرحية أنه إذا دخلت النواصب والجوازم على الأفعال الخمسة فالنواصب والجوازم تأخذ نون الأفعال الخمسة، فالأفعال الخمسة تصبح منصوبة ومجزومة بحذف النون أي بلا نون. إلى هنا نختم مسرحيتنا هذه. الشكر الجزيل لكل الطالبات العزيزات اللاتي شاركن في أداء هذه المسرحية على أدائهن الراقي والرائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن لنشاهد كيف قضت المحكمة بين اللغة الإنجليزية التي تجادل في الدنيا وزخرفها واللغة العربية التي تفتخر بأنها لغة الدنيا والآخرة. في المسرحية الآتية يمثلها لنا فوج من طالباتنا الحبيبات، فتتفضلن مشكورات. يا ربي يا ربي يا الله يا الله، أنا اللغة العربية، أنا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ونطق بها سيد الورى، أنا هوية الأمة الإسلامية ووعاء ثقافتها، ولكنني أواجه اليوم تحديات جمة وعوائق كثيرة. اللهم انصرني اللهم انصرني. بسم الله. اهدي أيتها اللغة العربية، أيتها اللغة الجميلة، ما مشكلتك؟ ما الذي أصابك؟ ومن أنت أولا أيتها السيدة؟ أنا أم عمر تماضر بنت عمر بن الحارث السلمية الملقبة بالخنساء. أنا شاعرة مخضرمة، عشت أكثر عمري في العهد الجاهلي وأدركت الإسلام فأسلمت. أعد من أشهر شعراء العرب وأشعرهم على الإطلاق. أخبريني ما سوى بكائك هذا؟ يا خنساء، كما تعلمين أنا لغة كتاب الله عز وجل، أنا اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى من بين سائر اللغات لتكون لغة كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومع كل هذا فإنني أتعرض اليوم لهجوم شديد ومحاولات متعددة يشنها علي أعدائي، أعداء العروبة والإسلام، يزعمون أني لغة ناقصة لا أصلح في العصر الحضارة والتكنولوجي. لا يا سيدتي اللغة العربية، لا تقلقي، أنت في مأمن مهما تكالبت عليك الأخضار. أعداؤك لن يضروك بشيء، فأنت سيدة اللغات إلى الأبد وأمها على المدى.
قد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن لا تخافي لا تحزني. هذا صحيح يا خنساء، ولكن الأسوأ من كل شيء أن أبنائي المسلمون تركوني ضيعوني ووضعوني في سلة مهملات وبدأوا يهتمون بلغات أجنبية كالإنجليزية. مهلا يا سيدتي، قللي صراخك هذا لو سمحت، فإنه يزعجنا ويضر آذاننا ويمنعنا من النوم. ماذا بك؟ هل أنت مريضة؟ ومن أنت أولا لتستهزئي بي هكذا؟ اللهم لا تعاقب من لا يعلم شيئا مسكينة. ألا تعرفينني؟ لا أعرفك، من أنت؟ أنا لغة الإنجليزية، لغة السياسة والاستعمار، أنا لغة العصر، أنا لغة الأكثر استخداما على مستوى العالم، يتحدث بها أكثر من 500 مليون إنسان. أنا أفضل وأجمل منك بكثير. أما أنا فأنا بيرل بيك، إحدى أبرز علماء اللغة الإنجليزية. نحن نحب لغتنا، نفتخر بها، نفتدي بها دمائنا، وننفق ملايين الدولارات سنويا لرفع مستواها وتحسين كفاءة معلميها. أما أنت فأنت لغة عقيمة، لا أبناء ولا أهل لك. لا يكفي هذا أيتها الكذابة، كل ما تقولينه كذب. هذه لغة أهل الجنة، كيف تتجرئين على تحقيرها؟ إنها ملكة جمال اللغات. لا ترسل يديك إلي مرة أخرى، من تظنني نفسك؟ والله ستأخذين أسنانك كلها بيدك. ما رأيكن أن نذهب إلى المحكمة لتفصل بيننا؟ هيا نذهب إلى المحكمة. السلام عليكم أيتها القاضية. وعليكم السلام، ماذا بكن؟ أيتها القاضية، نحن اللغتان العربية والإنجليزية نتشاجر طيلة اليوم بأيتنا أفضل وأجمل وأوسع، وهي ملكة جمال اللغات، فاحكمي بيننا حفظك الله. هيا لتقدم كل لغة فحوى دعوتها وكذلك محاسنها ومميزاتها. هيا لتبدأ الإنجليزية ثم العربية. أنا لغة الإنجليزية، أنا لغة الحضارة والتكنولوجيا، أنا لغة الفيسبوك والواتساب وسناب شات. ونظرا للمميزات والمحاسن التي أتمتع بها اعتبرت لغة عالمية للعلوم. وأنت يا سيدتي لغة العربية. نعم سيدتي القاضية، أنا اللغة العربية، أنا اللغة التي اصطفاها الله لكتابه الخالد، ويكفيني شرفا وفخرا أنني لغة القرآن الكريم. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أنا أغنى لغات العالم بالمفردات، أمتاز بوفرة كلماتي وتتنوع أساليبي وعذوبة منطقي، وهناك العديد من الكلمات الإنجليزية مأخوذة مني من اللغة العربية. لو سمحت سيدتي لغة العربية، هل بإمكانك أن تسمعين بعضا من كلمات اللغة الإنجليزية المأخوذة منك؟ نعم سيدتي القاضية، كلمة الشجر مأخوذة من كلمة السكر، وكلمة الليمون مأخوذة من كلمة الليمون، وكلمة ميرور مأخوذة من كلمة المرآة، وكلمة الكحول مأخوذة من كلمة الكحول. هل لك أبناء أيتها اللغة الإنجليزية؟ نعم عندي ابن واحد اسمه جرامر. سيدتي لغة العربية، هل لك أبناء؟ نعم سيدتي القاضية، أنا عندي أبناء كثيرون، هم النحو والصرف والبلاغة وغيرهم. كل ما ينتظره هو الحكم الذي يصدر من المحكمة. بسم الله. بعد أن استمعت المحكمة من إلى كلمات اللغتين وفحوى دعوتيهما ونظرت إلى قضية بتمعن، قررت المحكمة أن ملكة جمال اللغات وأفضلها وأجملها وأرقاها وأعذبها هي اللغة الضاد، اللغة العربية.
وكذلك لا يمكن لك أيتها اللغة الإنجليزية أن تنافس اللغة العربية المقدسة مهما دعمتك الدول والمنظمات الغربية. انظري، لك ابن واحد هو جرامر، ولكن لها أبناء كثيرون منهم النحو والبلاغة والصرف والأدب وغيرهم. إذن اللغة العربية أجمل وأشمل أوسع وأجمل وأشمل منك جدا جدا، والمحكمة مغلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على أدائكن الراقي والفريد الذي أذهل السامعين والشاهدين، وجزاكن الله خير الجزاء. أيها الحبيبات، لكل بداية نهاية مهما دارت. لقد وصلنا على ختام برنامجنا، ونشكركن على متابعتكم الجميلة. كما نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وصاحب فكرة هذا البرنامج الجميل أستاذنا أستاذ اللغة العربية. رحبوا معي أستاذ محمد أحمد يوسف. أقول لك يا معلمنا، درست لنا العربية سنوات فصرنا كالعرب تخطب بلا ورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في قرآنه العظيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالفصاحة منعوت وبالبلاغة مبخوت. السادة والسيدات، الإدارة الكريمة، المعلمين الأفاضل، الطلبة والطالبات العظام، الحضور الكريم، أصحاب المعالي والسعادة، حياكم الله وبياكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية، إنه لمن دواعي الفرح والسرور لي ولكم أن نلتقي اليوم في هذه الصرحة الجميلة، مدرسة الإمام الشافعي، مأوى العلم والأدب والمعرفة. كما شاهدتم، حملنا لكم برنامجا لغويا جميلا. البرنامج اشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلمات قيمة ومسرحيات عملية، جعلنا كلها لتحبيب الناس اللغة العربية ولتحويل ما درسناه في الفصول إلى ممارسة علمية. ليس عندي ما أقول لأطيل الكلام عليكم كثيرا. أيها الحضور الكريم، من غرف الدراسة في المدرسة زرناكم، أنا وشرذمة من تلميذاتي قابلناكم. بهذا البرنامج الجذاب أتيناكم، فعلى حسن متابعتكم واهتمامكم وحضوركم وتفاعلكم نشكركم. كما أتقدم بالشكر الوافر والامتنان العظيم لكل الطالبات اللاتي شاركن في أداء هذا النشاط المدرسي. أقول لهن بقلب يملأه الحب والتمنيات المخلصة: أتمنى أن يجعلكن الله في صدارة المتميزات والمتفوقات دائما وأبدا، متمنيا لهن التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية